السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم موضوعنا مهم بزاف، حيت غادي نهضروا على التعيينات الجديدة في الولاة والعمال في المغرب اللي تفضل بها جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري اللي دار في الرباط نهار الحد. هاد التعيينات كتهم كل الجهات والاقاليم في المملكة، وكتعكس الاهتمام الملكي بالكفاءات والخبرة في القطاع العمومي. غادي نعرفوا مع بعض شكون هو كل واحد، المسار ديالو وشنو اللي كيتميز به. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا يلا نشوفوا التعيينات الجديدة بكل تفاصيل. خطيب الهبيل والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش. تزاد في وجدة في 7 نوفمبر 1958. مهندس دولة في الهندسة المدنية. بدا الخدمة سنة 1983 في المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالشرق، ومن بعد خدم في عدة مدن ومناصب مهمة بحال المندوب الجهوي للإسكان ببني ملال الظلال سنة 1990، ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز بالجنوب سنة 1992، ثم بتنسيف سنة 1997، وفي 2009 تولى مدير الشركة الجهوية لعمران مراكش وطمنصورت. وبفضل كفاءته وتفانيه عين الملك عاملا على إقليم النواصر سنة 2010، ثم على إقليم سطات سنة 2016. ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل على بني ملال سنة 2019. ولجهة الشرق وعامل على وجدة أنجاد ابتداء من 18 أكتوبر 2024. حصل على وسام العرش من درجة فارس سنة 2003 ودرجة ضابط سنة 2016، وهذا كأكد على مسار مهني طويل وموثوق. خالد أيس طالب ولجهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس. تزاد في 8 يوليوز 1966 بالرباط، أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بفاس، ورئيس مصلحة الجراحة الباطنية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني. منذ 2004 أشرف على إدارته، وأدخل عدة تقنيات حديثة في المستشفيات المغربية بحال النظام المعلوماتي لإدارة المستشفيات والتوزيع الأوتوماتيكي للأدوية، وحتى تقنيات الروبوت في الجراحة. تولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2021 وطبق إصلاحات كبرى، خصوصا ورش تعميم الحماية الاجتماعية، واحد من المشاريع الملكية الاستراتيجية. يشغل مهام مؤسساته مهمة، منها رئاسة تحالف المراكز الاستشفائية الجامعية منذ سنة 2016، وعضوية لجنة الخبراء بوزارة الصحة منذ 2008، وممثل جهويا لمؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. دابا والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس باش يساهم بخبرته الكبيرة في تطوير الإدارة الترابية والصحة العمومية. محمد عطفاوي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد. تزاد سنة 1957، حاصل على الإجازة في العلوم السياسية، بدا مساره الإداري سنة 1982 كمتصرف مساعد بالكتابة العامة لعمالة المحمدية، ومن بعد خدم في عمالة طنجة أصيلة وديوان المدير العام للأمن الوطني، ثم بديوان وزير الداخلية. تولى كاتب عام لعدة عمالات ومقاطعات: سيدي البرنوصي، العرائش، أسفيس، خيرات، تمارة. عين الملك عامل على أزيلات سنة 2015، وبعدها عامل على جديدة، ودابا والي جهة الشرق وعامل على وجدة أنجاد منذ 18 أكتوبر 2024. حصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2015، وكيتميز بالخبرة الواسعة في تدبير الشأن الترابي والتنمية المحلية. فؤاد حاجي عامل إقليم الحسيمة. تزاد فاس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، عنده خبرة طويلة في قطاع الماء والتطهير وتدبير المؤسسات العمومية. بدا الخدمة العمومية سنة 1992، شغل عدة مناصب مسؤولية في القنيطرة وتازة، ثم مدير عام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مراكش، قبل ما يعين عامل على زغورة، ودابا عامل على الحسيمة، معروف بالصرامة والقدرة على قيادة المشاريع الكبرى وتحسين جودة الخدمات العمومية. حسن الزيتوني عامل إقليم أزيلال. 59 سنة، حاصل على الدكتوراه في القانون وماستر في القانون العام، خريج المعهد الملكي للإدارة التربية.
بدا مساره المهني سنة 1993 كقائد بإقليم غريبكا، ومن بعد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعدة أقاليم، وكاتب عام بعمالة فاس. عين المالك عامل على النواصر سنة 2016، ثم عامل على تنغير سنة 2019، ودابا عامل على الحسيمة، معروف بالجدية والالتزام في خدمة المواطنين. سيدي الصالح ضحى عامل إقليم الجديدة، تزاد سنة 1969 بإقليم العيون، حاصل على دبلومات عليا في الاقتصاد والتجارة الدولية من جامعة سوربون. خدم في القطاع الخاص قبل ما يلتحق بالقطاع العام كمدير التعاون الدولي والشؤون الاقتصادية بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. عين الملك على عدة أقاليم، سيدي يفني، تاونات، ودابا على جديدة، معروف بالرؤية الاقتصادية المتوازنة والدقة في المشاريع التنموية. عبد الخالق مرزوقي عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، من إقليم الفاحصنجرة، خبرة طويلة في التدبير المالي والإداري خصوصا في الجمارك والضرائب، وكيتميز بالانضباط والكفاءة. دابا مكلف بتسيير عمالة أنفا، واحدة من أهم العمالات في الدار البيضاء اقتصاديا واستراتيجيا. محمد علمي ودان عامل إقليم زاكورة، المهندس الزراعي المزداد سنة 1969 18 مارس، فاس ومن إقليم شفشاون. خدم في عدة مناصب بالمديريات الإقليمية والفلاحية، تولى مشاريع كبرى في أزيلال وتيزنيت، وطول التنمية القروية بالجهة، ودابا عامل على زاكورة. مصطفى المعزة عامل إقليم الحوس، تزاد سنة 1969، حاصل على الإجازة في الآداب فرع اللغة الفرنسية. خدم في الخدمة المدنية منذ 1992، وتدرج في عدة مناصب قيادية. دابا عامل الحوز، معروف بالمسؤولية والانضباط في الإدارة المحلية. رشيد بن شيخي عامل إقليم تازة، المهندس المزداد سنة 1967 بوجدة، خبرة كبيرة في قطاع الماء والكهرباء وإدارة المشاريع العمومية الكبرى. دابا عامل تازة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات. محمد الزهر عامل عمالة إنزجان أيت ملول، تزاد سنة 1963 في الرباط، حاصل على ماستر في القانون العام. خدم في عدة أقاليم كقائد وباشا وكاتب عام. دابا عامل على إنزجان أيت ملول، معروف بالخبرة الطويلة والكفاءة الإدارية. محمد خلفاوي عامل إقليم فاحص أنجرة، دكتور في الرياضيات التطبيقية من فرنسا، خدم في الجامعات والبحث العلمي، شغل مناصب إدارية عليا في الجامعات المغربية. دابا مكلف بإقليم فاحصنجرة لتعزيز التنمية الأكاديمية والإدارية. زكريا حشلاف عامل إقليم شفشاون، إداري متميز، خبرة كبيرة في تسيير المؤسسات العمومية، خدم في الإذاعة والتلفازة والوكالة الوطنية للمياه والغابات. دابا مكلف بتطوير شفشاون وتنميتها بشكل مستدام. عبد العزيز الزروالي عامل إقليم سيدي قاسم، خبير في هندسة المياه، تولى مناصب قيادية في المشاريع المائية. دابا عامل على سيدي قاسم باش يقوي التنمية المائية والإدارية. عبد الكريم الغنامي عامل إقليم تاونات، تزاد سنة 1970، حاصل على الدكتوراه في القانون العام، خبرة طويلة في التدبير الإداري والقطاع الترابي. دابا عامل تاونات لتطوير المشاريع المحلية وتنمية الأقاليم. وها حنا استعرضنا جميع التعيينات الجديدة في ولاة والعمال في المغرب، مع تفاصيل موسعة عن كل واحد ومساره. التعيينات كتأكد على أهمية الكفاءة والخبرة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المحلية. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وشاركوا رأيكم في التعليقات. شكون كتحسوا غادي ينجح أكثر في المهام ديالو؟ شكرا بزاف على المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.